سلام سلام، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. ان شاء الله الفيديو هذه تلاقيكم في احسن الاحوال. على بالي طولت عليكم، درت لكم لا بروميير فيديو هربت ما زدتش بنت مي والله لا غالب. يعني كنت مريضه بزاف، خلاف فوت واحد لا بيريود يعلم بها غير ربي، والحمد لله راني تعافيت وانا رجعت لكم ان شاء الله. قبل ما نبدا الفيديو والموضوع تاع اليوم، حبيت نشكركم بزاف خلاص على لي كومونتير اللي خليتوهم لي ميساج اللي بعثتهم لي اون بريفي. والله العظيم يعني ما كنتش متوقعه في اول فيديو نلقى هاد التشجيعات كامل من عندكم. والله فضل من عند ربي سبحانه. صح ميرسي بوكو، ربي يحفظكم ان شاء الله، وان شاء الله يا ربي نكون عند حسن ظنكم. ونرجع لموضوعنا تاع نهار اليوم واللي هو تنظيم واداره الوقت. اللي بزاف اخوات سقساوني من نهار بديت نحط لي روتين حقيقه، يعني يبعثوا لي دي ميساج يقولوا لي فريال كيفاش راكي مديره ليكيليبر بين حياتك المهنيه وبين حياتك الشخصيه، كيفاش راكي لاقيه الوقت تقراي، كيفاش لاقيه الوقت باش ديري حوايج تحبيهم في حياتك. يعني راح نجاوبكم على كامل هذه الاسئله. من قبل كل شيء حبيت نوجه رساله لكل الاخوات اللي راهم يسمعوا فيا. حبيبتي شوفي، اذا راكي حابه فريمون حياه ان مود دو في دو كاليتي، حابه فريمون تطوري من روحك وتطوري من حياتك وتطوري من حياه ولادك، لازمك ما تعيشيش بعشوائيه، ولازم تنوضي بكري. يعني شئتي ام ابيتي ما عندكش نوتخ شوا، لازم تنوضي بكري. حتى الرسول عليه افضل الصلاه والسلام وصانا انه نوض بكري. كاين واحد الحديث يقول اللهم بارك لامتي في بكورها، يعني ربي سبحانه راح ينزل عليك البركه كي تنوضي بكري. نهارك راح يكون فيه بركه، وقتك راح يكون فيه بركه، كل شيء اللي راح ديري في هذاك النهار راح يكون فيه بركه. يعني يا مادام راكي ربة منزل، ومادام عندك مسؤوليات، ومادام عندك دار وراك وولاد وراك، واذا راكي خدامه خدمه وراك، لازم عليك تنوضي بكري. فهمتوني؟ يعني يا حبيبتي اذا ما راكيش تنوضي بكري، العاده هذه لازم تخليها في حياتك. لازم تسيي كيفاش تولي تنوضي بكري. الصيف راهو جاي، خليه هو الفرصه انك تعودي تنوضي بكري. ايضا اذا حبيتي نهارك يكون ناجح وكي تجي تحطي راسك على المخده تقولي الله يبارك اليوم قدرت ندير بزاف حوايج والحمد لله ما فاتش نهاري هكاك بركه، خص نهار كذاك يبدا بليله قبل. مش راح نقول لك انا في الليله ديك ديري روتين وكتبي مهام، لا سي لوان دو سا. راح نقول لك ارقدي بنيت انك تنوضي بكري، ولا بالك واش راح ديري في نهارك. يعني كي تنوضي الصباح على بالك واش عندك، واش راهو يستنى فيك. هنا البنات خرجت رايحه لعند فكرون، رايحه للمركز اللي بعثوني باش نعس فيه البيام ان شاء الله. اللي عندها ولدها ولا بنتها ربي ينجحوا ان شاء الله، كسوا في البيام ولا في الباك ان شاء الله، يا ربي يفرحوكم كامل. ونرجع للموضوع تاعنا كما قلت لكم. كي تنوضي الصباح وانت على بالك واش راح ديري، صدقيني نهارك انت اللي راح تتحكمي فيه، مش هو اللي راح يتحكم فيك. وسيو كيفاش تكتبوا مهامكم تاع هذاك النهار. تحبي تكتبيهم ليله قبل، هو من المستحسن انك تكتبيها ليله قبل، ولا ثاني تكتبيها مع الصباح كي تنوضي. تجيني وحده درك باغ اكزومبل تقولي له نكتب ولا نتعب روحي اني على بالي واش راح ندير، لا اكتبي يا مدام. على خاطر كي تكتبي شتي هذيك تاع باغ اكزومبل تقولي راني عندي هذه وهذه وهذه نديرها اليوم، قادره تفوتك حاجه ما ديريهاش. مي كي تكتبي هيك ليست بلي فوالا راح ندير هذه راح تلتزمي بهم. و ميم طون كي تجي راقده في الليل وتكوشي هذيك تاع درت هذه تجيك واحد لا سونساسيون هايله. صدقوني جربوها وردوا لي بالخبر. ايضا حبيبتي بعد ما تنوضي وتكوني صليتي صلاتك وقريتي وردك، خصي او موان نص ساعه لك انتيا ديري فيها حاجه تحبيها. مثلا تقعدي تفطري كالم، حطي بودكاست تسمعيه في حاجه تفيدك في مجال انتيا مهتمه به، ولا هزي كتاب اقراي صفحات. شتو البنات خي تقولوا لي انتيا وقت تلقاي الوقت باش تقراي كتب، وقت لقيتي الوقت باش تعلمي خياطه وقت، والله هذا هو الوقت اللي انا ديما نخص الروح. انا نخص ساعه، يعني الساعه الاولى ديما نقولهم تاعي انا. مي جربوا حتى نتوما بداو بنص ساعه برك، نص ساعه ديري فيها حاجه تحبيها. صدقوني البنات كي تبداو نهاركم كما راني نحكي لكم، والله راح تعزوا حتى الثقه بالنفس. نهاركم راح يبداو المورال طالع، يعني نهاركم هذا كامل راح تحسوه ديفيرون بارابور واش كنتو سمات عايشين. وثاني نقول لكم حاجه، الكاس الفيد عمره ما راح يشبع انسان عطشان. كي تكوني انتي فيد من الداخل، كي تكوني انتي ما كيش مليحه لداخل، مستحيل راح تمدي حاجه ايجابيه لعائلتك، ومستحيل راح تربي ولاد بطريقه ايجابيه. راح تكوني ديما على اعصابك، ديما تعيطي، ديما تقلقي. فهمتوني البنات؟ يعني سي كيفاه تخلقي الجو لروحك، اهربي من هذوك الضغوطات. احنا كامل عندنا مشاكل وكامل عندنا ضغوطات، مي الفو الانسان ديما يدير بوز ويعاود فيها يشحن روحه. على خاطر اذا بقينا كيما هيك راح نختلقوا ديما اعذار اللي ما راح توصلنا لوالو.
ونروحوا لنقطة أخرى واللي هي الميناج تاع شاك جور، وش لازم ندير في الدار كل يوم. على بالي شوفوا لو كان تبعوا الدار ما تفضش، تبقاي تخدمي من اللي تنوضي لترقدي وما تفضش. مي الانسان يسيي كيفاش يدير روتين يومي دون فاصون، يعني الدار هكا اون جينيرال كي تشوفيها نظيفه، مش محتم كل يوم نغسلوا الحياط ومش محتم كل يوم نسيقوا، مي او مينيموم نديروا حوايج يعني نكونوا اجور مع الدار، باش ما يمكن نحبوا نروحوا للتنظيفات العميقه نلقاو الدار يعني نظيفه، مش هذيك اللي مسخه بزاف، فهمتوني؟ يعني انا نتبع واحد القاعده تاع 10 دقائق، يعني كل بياس في الدار نغسلها 10 دقائق، صوف الكوزينه بيان سور تدي حياتك كله ما تفضش. واش ندير مثلا في العشر دقائق هذوكا؟ نهز باتيتر ديكزومبل لا شامبر، ندخل لا شامبر نريق السرير، نمسح الغبره لي طابل دو نوي لا كوافيت، حاجه خفيفه نيسيسار تا نيسيسار، ما نتعبش روحي بزاف، نفوت مسحه خفيفه للارض، نديرها شويه ديزودوريزون ونخرج تي ما نزيدش نشوف ورايا، اذا كانت كاينه حاجه نطيشها ولا نطيشها معايا وخلاص. لا شامبر تاع الولاد كيف حتى هي نمسحها، نريق لي جوي تاعهم، من بعد نروح لي سانيتير كيف نغسل حاجتكم لي تواليت، نغسل لافابو، نفوت سيخه خفيفه بركه وخلاص، تنشيفها الكولوار وانا كملت. نروح للصالون حتى هو نريق لي فوتاي، نمسح له شويه غبره، ما عنديش حوايج بزاف فيه مازال فارغ، نمسح له شويه غبره كما قلت لكم، نفوت بلاسبيراتور ومن بعد نشفو تنشيفه خفيفه والسلام عليكم. ابخي تبقى لي غير الكوزينه، حتى هي نغسل لهم الغداء ولا العشاء نكون ديجا حطيته قبل ما نبدا الميناج كامل، نشوفوا اذا طاب ولا مازال، نغسل لهم نسيقها وخلاص. وهذه وصلنا لنهايه الفيديو، مي مازال نحكيو في هذا لو سوجي ان شاء الله. اذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لي جيم وتخليوا لي كومونتير تشجعوني فيه، وديروا لي ابوني، ومع السلامه ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديده.